الجيش المغربي ينشر أقوى جنوده في الحدود الجزائرية، وكبرنات المرادية بدورهم ينشرون صواريخ روسية قرب حدود تندوف مع المغرب. وشرعت القوات المغربية في نشر وحدات من أقوى قواتها على طول الحدود الشرقية مع جارة السوء، خاصة بعد التصعيد الأخير والمتزايد من الكبرانات تجاه أراضي المملكة المغربية وحصر أنوفهم في ملف الصحراء الشرقية أو ملف الصحراء الغربية المغربية. وأشارت المصادر ذاتها بأن المغرب دأب على نشر أقوى وحدات من الجيش بالمنطقة العازلة كلما كانت هناك توترات في المنطقة، ولم يسبق للرباط أن نشرتها على حدود الجارة الشرقية قبل سنة 2020. وذهب المصدر ذاته إلى أن قرار نشر وحدات من أقوى جنود الجيش المغربي مع الحدود مع جارة السوء أو على الحدود مع جارة السوء الجزائر لم يتخذ كردة فعل على تصريحات مسؤولين في قصر المرادية بالجارة الشرقية، بل تفاعلا مع تحركات على أرض الميدان أو على الأرض، من بينها نشر الجزائر لصواريخ روسية الصنع على حدودها مع المغرب. ولا تفوت الجارة الشرقية المحكومة بنظام عسكري أي فرصة إلا وتوجه فيها هجمات واتهامات مجانية باطلة للمغرب، بل أحيانا تقوم بتهديدات عسكرية وتتبجح بقواتها العسكرية وتحاول الاستهانة بقوة الجيش المغربي، متناسية ما وقع لهم في الماضي في مناسبات كثيرة والهزائم المذلة التي تلقاها شنقريحة عندما تم أسره من قبل جنود القوات المسلحة الملكية المغربية في حرب أمغالا سنة 1976. وهلاك ما يعادل 3 عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية بعدما استهدفتهم طائرة بصاروخ من مسيرة مغربية، حيث تأكد هلاك على الأقل 3 من عناصر جبهة البوليساريو بعدما تم استهدافهم بصاروخ موجه من طائرة مسيرة مغربية في المنطقة العازلة قرب منطقة المحبس بالصحراء المغربية، وفق ما سبق أن نشرته جريدة الصحيفة قبل أيام. وقد تأكد بالفعل هلاك 3 عناصر من جبهة البوليساريو مقاتلين بعد محاولتهم الفاشلة لاستهداف حفل كان يقام بمنطقة المحبس بمناسبة الذكرى 49 من المسيرة الخضراء، حينما أرادوا الفرار إلى الأراضي الجزائرية بمركبتين من نوع تويوتا كانوا على متنها هذا. وتحصلت جريدتنا على معطيات تخص إصابة شخصين آخرين بإصابات بليغة ومتفاوتة الخطورة أثناء الاستهداف المغربي، والذي يصعب معها النجاة.